العلامات الحمر او الريد فلاجز اللي تخوفني من الشخص اللي معايا. هقول لكم. انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت لي استفسارات او يحجز جلسات يحجز على الانستجرام، ويلا بينا. انا هقول لك امثله، طبعا مش هقدر احصي كل شيء، بس هقول لك 3 أو 4 امثله خدي بالك منها. رقم 1، الشخص اللي مش عايز يظهرك للناس، الشخص اللي لما حد بيقول له مين دي بيقول دي صديقتي، الشخص اللي مش عايز يعمل لك على الانستجرام اضافات، الشخص اللي مش عايزك تشوفي هو بيعمل ايه في حياته، الشخص المبهم اللي انت مش عارفه يومه بيمشي ازاي، تاخدي بالك قوي. تاني حاجه، الشخص اللي ما عندوش قيم. يعني ايه؟ في راجل او ست ملهاش كبير او ملوش كبير، يعني اهله ما بيعرفوش ياخدوا معاه حق ولا باطل، ما عندوش حرام وحلال، بيعمل اللي هو عايزه، تقولي له حرام مكبر دماغه. الشخص اللي ما فيش حاجه في حياته اسمها انا ما اعملش كده، كل حاجه عنده يقدر يعملها. في بعض البنات بتتخيل ان هو عشان بيحبني هيتغير، مفيش حد بيتغير عشان حد، لو التغيير مش طالع من جواه هيتغير مؤقتا وبعدين هيقلب عليكي تاني. تالت حاجه، الخيانه، الشخص اللي خانك، الشخص اللي في بنات قبل الجواز بيشوفوا خيانات من الشخص اللي معاهم يقولك ايه كل الرجاله كده. لا 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 لا، مش كل الرجاله كده. واقول لك على حاجه، لو كل الرجاله كده انت مش عايزه واحد منهم، اقعدي كده في بيتك معززه مكرمه وانت جعانه مش لاقيه تاكلي، لا خلاص انا قاعده لحد ما الاقي الراجل اللي يصوني. وجع القلب يا جماعه، وبالذات لو انت بعد الجواز وعندك اولاد ومش عارفه حتى انك تقولي اي. صدقيني انت مش متخيله عدد البنات اللي بيجولي وعايزين يصلحوا علاقات من هذا النوع، وبتبقى يا عيني عايزه تصلح شخص اوريدي بقاله كده 300 سنه عن طريقها هي، لان هو حتى مش راضي يعترف ان عنده مشكله ويروح يتعالج او يروح يحسن من نفسه. انت متخيله المأساة عامله ازاي؟ رابع حاجه، الشخص اللي كل اللي بيهتم فيه في الحياه كلام الناس ومظاهره ولبسه وبخيل عليكي، انت اخر اهتماماته، ضمنك ما عندوش احساس بان المفروض تكون العلاقه هات وخد، العلاقه بالنسبه له خد بس. لازم تفكري بعد كل الامثله دي في حاجه واحده بس، هل الشخص ده لو عندك بنت او اخت وتقدم لهم، هل انت شايفه ان انت هتوافقي ولا هتقولي لهم في احسن؟ فكري بالطريقه دي.